هاي يا حلوين، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيديو اليوم راح اتكلم عن تجربتي مع الشعر الدهني. شفت مقطع فيديو الدكتور طلال المحاسن او المحسن او شيء زي كذا اسمه، والله اني نسيت. anyway تكلم عن الشعر الدهني. طبعا انا فروة شعري مرة دهنية، قد سويت فيديو قبل تكلمت عن شعري. طبعا أنا فروة شعري من كثر ما هي دهنية، يعني ما تكمل 24 ساعة على طول تدهن، تحسين نفس الفروة كأني حاطة عليها زيت، يعني حرفيا كأني حاطة عليها زيت. طبعا جربت أشياء كثيرة للأمانة، منتجات وأشياء زي كذا ما نفع معي. جربت اللي نفع معي شيء واحد اللي هو تنظيف فروة الشعر بالعيادات. حلو. طبعا أنت في ناس كثير يعني صعبة أروح العيادة وأدفع زي كذا، فحاولت أدور حل. جربت منتجات خاصة للشعر الدهني، شامبوات طبية، ما نفع معي. جربت عادية. جربت جل الصبار، ما نفع. الآن ناوي أجرب خلطة اللي هي الليمون ومع موية، بس إني صراحة خايفة. والخل برضو قريت عنه أشياء يقولون إنه حلو، بس برضو خايف. الأشياء الحوامض أخاف منها، رغم إن في ناس تكلموا عنها ويمدحونها، بس ما أدري إلى الآن مترددة أجربها. بجربها بعدين وأشوف. anyway مثل ما قلت لكم، دكتور طلال المحيسن أو المحسن أو مدري مين، هو كويتي، قال إنه الحل الوحيد للشعر الدهني هو شيء واحد، إنه ما تغسلينه مدة تقريبا أسبوع إلى أسبوعين، أو تغسلينه بالشامبو مرة بالأسبوع. مستوعبين؟ مرة بالأسبوع. وأنا شعري ما يمدي 24 ساعة يدهن على طول. المهم بما أنه الدكتورة زي كذا قلت يلا بجرب. طبعا هذا صار لي 5 يوم ما غسلت شعري، مثل ما انتم شايفين. إذا يوضح واضح أن معليش أدري إني قرفتكم، مرة دهني. طبعا أنا جالسة بالبيت، بس مستحيل أحس أحد يسوي ذا الشيء إذا كان عنده دوام، إذا كان يطلع برا، أحس مستحيل. ما لاحظت يعني، ما أدري، هو الدهون مرة كثيرة، بس في حاجة واحدة اللي لاحظتها، إنه أول لما كان شعري يدهن كان فروة شعري يا الله فيها نفس البصيلات، فيها ألم مو طبيعي. ألم شيء تخيلوا، بس لما ألف شعري كذا على جنب، يا الله صداع وألم شيء مو طبيعي. بس هذا تقريبا 5 يوم ما غسلت شعري. العادة لما أغسل شعري بعد يوم يومين يجيني الألم. تخيلوا ما جاني الألم، رغم إن شعري مرة كأني حاطة عليه زيت. لو تشوفون، شوفوا حتى واصل إلى هنا تحت تقريبا. فما أدري صراحة، قلت بشوف لين آخر يعني اليوم السابع كذا أبدأ خلاص، يعني بغسل شعري. هو يقول بالأسبوع مرة تقريبا، أو اليوم السادس. إلى الآن مثل ما قلت لكم تجربتي، قلت ما أدري، بعطي المعلومة ذي فرصة وبشوف. فقلت أسوي فيديو تشوفون شعري كيف. مثل ما انتم شايفين مرة دهني بشكل فظيع. شوفوا مرة. نشوف إن شاء الله، وبعطيكم تجربتي مرة ثانية، بتكلم عنها بعد 2 3 أشوف هل هو نفعني أو لا.